السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صباح الخير وصباح يوم جديد، هنبتدي يومنا مع بعض بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طبعا بقالي كام يوم مش بنزل فيديوهات، بقالي شوية مش بصور، وانا كنت نزلت لكم بوست على المنتدى. اكيد الناس اللي متابعة عارفة الظروف اللي احنا فيها، فطبيعي كان هيبقى صعب ان انا اصور. فانا الايام دي في عند ماما، يعني في بيت والدي. ف يا ريت اي حد بيشوف الفيديو ده يدعي لبابا ان ربنا يكمل شفاه على خير. كنا صاحيين اليوم ده الصبح، وقلت اصبح على الزرعات بتوع ماما كانت ماما بتحب تزرع الفلفل، وفي طلع لنا بتنجانية صغيرة، فيعني المحصول بتاعنا قلت اصبح عليه وكده. بحب شكل الزرع الصبح. اليوم ده كنت بحاول ابقى يعني ايه، بصوا، آه اليوم اللي انا بصور فيه ده كان قبليه بيوم كان بابا طلع من المستشفى بالليل، فكنا مبسوط يعني هو خلاص، يعني الحمد لله ما بقاش في المستشفى، فكنا كويسين كده. بس للاسف في اخر اليوم، المهم يعني خليكم متابعين معايا الفيديو. المهم، آه بحب كده الصبح بقى ان انا ايه، طبعا عارفين النظام، بنفتح البيت، بندخل الشمس والهواء. الجو اليومين دول غير مستقر بالمرة، وده ما انصحش اي حد ان هو يخفف هدومه، علشان معظم الناس عندها دور برد كالعادة يعني. فالمهم، طمنوني انتوا عليكم، قولوا لي اخباركم ايه، عاملين ايه. طبعا وحشتوني جدا جدا الفتره اللي مش بنزل فيها فيديوهات، وفعلا ببقى مفتقداكم، بس هي الظروف بتبقى يعني. الحمد لله، اللهم لا اعتراض. الحمد لله. آه، مش عارفة، أنا حاسة أصلا من بعد رمضان إن الناس كلها، مش إحنا بس، الناس كلها في حالة من الكسل، مش عايزة أقول كآبة، بس في حاجة غلط. يعني في حاجة غلط. ممكن مع غلا الأسعار، الحاجات اللي حاصلة في العالم، في حوالينا. الواحد لما بيدخل على فيسبوك مثلا وتشوفي الأخبار قد إيه، الأخبار كئيبة وطاقة سلبية في كل حتة كده، فبتحس إنه لأ، أنا مش قادرة أستحمل. بس بما ان مفيش بايدينا اي حلول غير ان احنا نقرب من ربنا اكتر وندعي ربنا اكتر. الدعاء بجد سحر، بيحل حاجات كتير. مفيش حد في الحياة هيقدر يعمل لنا حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله على كل حال. كنا نزلنا السوق وجبنا البرتقان، مش عارفة ده برتقان ايه بصراحة، بس المهم احنا كنا عايزينه عشان نعمله عصير فريش كده، لو من غير سكر من غير اي حاجة. وجبنا كوسة كمان عشان بابا، عشان نعمل شوربة خضار. آه، فبس مش عارفة الأسعار بصراحة، لأني مش عارفين الفترة دي. حاسة إن معظم الناس فاقدة تركيزها كده. مش مركزين، تايهين. أنا والله العظيم بشوف الناس في الشارع، بحس إن الناس ماشية فاضلها شوية هتكلم نفسها. بس الحمد لله. أنا معلش لو انا متلخبطه شويه، والله انا بجد عامله الفيديو عشان اقول لكم بجد بجد بجد، اي حد بيسمعني يدعي لبابا ان ربنا يشفيه، ويدعو لزوجي كمان ان ربنا يشفيه ويعدي الايام اللي احنا فيها دي على خير. عملت لي كوبايه عصير برتقال فريش كده، وعملت لنا كلنا يعني. وبعدين قلت بقى اوريكم شويه المشتريات اللي احنا جبناها، حاجات بسيطه يعني للبيت وكده. جبنا لبن، ده لبن جاموسي عادي، بنجيبه من حد يعني بيعدي تحت البيت. الكيلو عندنا ب20، مع اني شايفه بوستات على الفيسبوك في ناس بتقول ان في اللبن الجاموسي وصل 22 23، وفي ناس بتقول ب25. فمش عارفه ايه الاسعار دي بصراحه. ربنا يكون في عون كل الناس. احنا بنجيب اللبن عادي، لو هيتشرب يعني، لو عايزين نستخدمه بنغليه على طول، انما لو في اكتر من كيس وهنحط في الفريزر من غير ما يكون مغلي، ولما يطلع من الفريزر بنغليه ويتساب ليلة علشان ناخد وش اللبن. وبس كده. وانتوا عارفين بقى وش اللبن بنحوشه وبنعمل منه اللي هو بيبقى القشطة اللي بتتعمل سمنة بلدي. فانتوا حافظين بقى الطريقة دي معايا، عملتها معاكم كتير قبل كده. بس هو بجد الناس زمان كانت بتستسهل انه انا هشتري لبن واحوش القشطة واخد منها عشان اعمل سمنة بلدي عشان اوفر. دلوقتي اللبن غالي جدا والسمنة غالية جدا. ولكن كله بس ندعي كده بالبركة من عند ربنا، والدنيا هتمشي بإذن الله. جبنا كمان ده من سوبر ماركت كده، الاسبونجات دي. بما اني فتحتها وجربتها، لا مش عارفه، حاسه نوعها غريب، اول مره اشوف. عارفين التانية بتبقى عامله زي الاسفنج كده، دي تحس انها قماش مش فاهماها. فانا قلت له عشان لو حد لاقيها ما يجيبهاش. مش عارفه النوع بتاعها اسمه بانداتكس، بانداتكس. فلا بجد لو لقيتوها ما تجيبوهاش، ما عجبتنيش خالص. المهم، جبنا كمان منظفات. جبنا ايه بقى؟ جبنا كلور والفيري، او اللي هو السائل تنظيف الصحون، بس الحاجات اللي هي السايبه. كان في حد معدي بعربيه كده من تحت البيت بيبيع بقى منظفات، معطر، شامبو السجاد، الشاور، اي حاجه. احنا جبنا بس منه الكلور. الاسعار
مش فاكرة ايه يا ربي، تقريبا كيس الكلور ب3.5 او ب4، بس مش كيلو، الكيس مش كيلو. واللي هو التاني اللي هو سائل تنظيف الصحون ده ب7 اعتقد. طبعا الاسعار زمان كانت ارخص من كده بمراحل، بس عادي بقى خلاص. طيب هل موضوع الحاجات اللي هي السايبة دي موفر ولا لأ؟ بالنسبة لي مثلا أنا لو هستخدم منظف لتنظيف الأرض، يعني عايزة كلور مثلا عشان أنضف حمام، علشان أنضف البلكونة، عشان أنضف الأرضيات، أجيب المنظف سايب، ما أجيبش منظف من بتاع الشركات، عشان ده هيكون أرخص بكتير جدا جدا. الحاجات اللي ينفع نوفر فيها بنحاول نوفر فيها، زي ما قلت لكم زي المنظفات. طبعا بالنسبه للفيري لا، اكيد بتاع الشركات احسن، بس بتاع الشركات بقى اغلى بكتير قوي. ممكن تجيبي انت بقى المنظفات اللي هي اي حاجه تنظيف السجاد والمفارش والبطاطين والالحفه والحاجات اللي انت بتغسليها على ايديكي دي، لا هاتي منظفات سايبه، اكيد هتوفر معاكي شويه. بيبقى عندنا اللي هي العبوات دي او الجراكن دي بتاعت حاجات كلور قديم او كده، بنفضي بقى فيها الحاجات. جبنا كمان الالومنيوم فويل ده اللي بقى غالي قوي برضو، اسعاره بقت غريبة قوي. الماركات المعروفة بقت اسعارها غالية، فده ماركة يعني مش معروفة قوي، فدول كانوا 10 متر، ده عادي معمول هنا في دمياط الجديدة في المنطقة الصناعية جنبنا، بس بيتباع في السوبر ماركت جنبنا عادي. فاحنا قلنا يعني مش فارقة بقى نوع غالي نوع رخيص، يعني طبعا اكيد كل ما النوع بقى اغلى كل ما كانت الجودة بتاعت ورق الالومنيوم اقوى، بس احنا استخدامنا فيه بسيط. كنت سألتكم قبل كده لو حد يعرف بديل اسمه ايه يا ربي، للسترس او الباور، عشان انا مش عايزه استخدم حاجه تكون قويه قوي. سترس بالنسبه لي كويس. فهنا ده كان مقطع من قبل كده، يعني كان بابا كان جايب لنا اللي هو الماكسل ده. فلو حد جرب حاجه من الحاجات دي غير ماكسل، عارفين اي رش بيترش عشان الحوامل بتاعه البوتاجاز والدهون والكلام ده. انا ما جربتش السايب، في ناس جربت السايب اللي هو بيتجاب برضو من عند بتوع المنظفات السايبه، بس انا ما جربتوش. لو جربتوا حاجه قويه شويه بس ريحتها ما تبقاش مؤذيه، يعني الناس اللي عندها حساسيه قولوا لي. المهم دخلنا بقى نجهز الغدا. ماما كانت هي اللي عامله الاكل يعني اليوم ده، فقلت بقى اطلع برطمان الزيتون. ماما كانت عامله كميه اكبر من اللي انا عملتها. انا الكميه اللي عندي كانت خلصت، وكنت عشان كمان كان جوزي خد برطمان كده فخلاص ما عادش عندي. فماما بقى فتحت برطمان جديد، انا زعلت قوي انه خلص، لانه بجد كان حلو جدا جدا. فان شاء الله ان شاء الله في الموسم بتاعه والمره الجايه هعمل كميه اكبر شويه. احنا عملنا لينا كوسه بلحمه عاديه اللي هي خضار عادي بصلصه وكده، لكن بابا عملنا له شوربه خضار عشان هو ما ينفعش ياكل اي حاجه بصلصه وبس. قلت كنت هعمل ليا شاي اخضر، عملت البابا ينسون. كنت جايبه معاكم المنتجات بتاعه روتسي دي، الشاي الاخضر بالنعناع واليانسون، فقلت لكم لما اجربها هقول لكم رايي فيها. حلوه مش وحشه، ولكن هي خفيفه شويه. يعني اليانسون بتاع رويال حبيته اكتر، الشاي الاخضر بتاع ليبتون طبعا احلى، بس اسعارهم بقت غاليه شويه. فروتس كويس، بس لما تعملي اي اعشاب ينسون شاي اخضر او حاجه حاولي ان انت تغطيها شويه. يعني انت غليتي الميه ونزلتيها، سيبي الحاجه اللي انت عملتيها دي متغطيه، زي ما انتوا شفتوا كده انا غطيت اليانسون 5 دقايق 10 دقايق علشان الفايده بتاعته وكده. وكان اليوم ماشي كويس، كنت حاسه يعني انه بابا خرج من المستشفى فالدنيا بقت الطف، بس للاسف في اخر اليوم جه تعب جدا. ف آه، انا حاسه بحاجات كده وتوه شويه، بس بجد انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيشتغل في اي حاجه حكوميه وما عندوش ضمير، وحسبي الله ونعم الوكيل في اي دكتور وحالف قسم انه مسؤول عن روح بني ادم، وفي الاخر يعاملك وحش مثلا علشان انت في دكتور زميل له هو اللي محولك على المستشفى، وهو ما بيحبش الدكتور ده. فانت مريض جاي من عند دكتور وانا ما بحبش الدكتور ده، فانا هعاملك وحش او مش هديك العلاج الصح او. المهم احنا بابا كان اتحجز في مستشفى الحميات، وكان اللهم لا اعتراض بقى. هنا احنا كنا في المستشفى العسكري، بس طبعا يعني فرق المعاملة شاسع بجد والله العظيم. يومها الناس في قمة في المستشفى العسكري، قمة في الأدب والذوق وناس بشوشة كده. يعني أنا مريض، المريض ده بيبقى محتاج كلمة كويسة معاملة كويسة يعني، لكن فعلا فعلا آه، مش عارفة أقول ايه. الواحد لو طلع يتكلم عن المستشفيات الحكومية هنروح في داهية، بس لأ يعني الموضوع بجد مزري، وربنا يكون في عون كل الناس، وربنا ما يحوجنا ليهم بقى، لا حكومي ولا خاص، بس فعلا ربنا ما يحوجنا ليهم خالص خالص خالص. اللي مفيش اللي ظروفه على قده في البلد دي ربنا يكون في عونه. لما يعيا يدعي بس ربنا وخلاص.
المستشفى العسكري احنا كانت كويسة، يعني احنا البهدلة كلها كانت في الحميات، لكن في المستشفى العسكري المعاملة كانت تمام، انت اصلا دافع فلوس فبتتعامل كويس. بس اعتقد يعني ان هو ملهاش علاقة، هما الناس اللي موجودة ناس لطيفة وبيعاملوا المريض باحترام بأدب كده، بس انت مش محتاج منهم حاجة اكتر من انه انا واحد تعبان عاملني كويس بس. فيلا ان شاء الله الفيديو الجاي يبقى حلو ويكون بابا خف الدنيا وارجع لكم بطاقة ايجابية كده شوية. ما تنسوناش في دعاكم، واستنوا قريب فيديو جديد، وشكرا جدا ليكم، سلام عليكم.